وشوف لحظة تمرير الكرة لماتيتا، فان دايك قرر يسيب مكانه ويتقدم لسبب ما لا يعلمه إلا الله علشان توصل الكرة لماتيتا، وتبقى دي الهجمة اللي برضه اتسبب فان دايك في آخرها في ضربة جزاء لكريستال بالاس، علشان يكمل بعد كده فان دايك المباراة الكارثية بعد ما تسبب في الهدف الأول في ضربة الجزاء وفي التمركز الخاطئ، يتسبب في الهدف الثاني لكريستال بالاس. شوف بعد ما الكرة اتقطعت من جاكبو بقى في موقف 2-1 على كيركز، فالطبيعي إن فان دايك يقرب منه شوية، خصوصا إنه واضح إن كوناتي مركز مع ماتيتا، إلا إن في لحظة التمرير قرر فان دايك الخروج وحيدا من مكانه لسبب من اتنين. الأول إنه عايز يكشف التسلل، ده الأكثر منطقيا، بس ده مش عمل فردي، لازم يبقى الخط الدفاعي كله على قلب رجل واحد ويخرج مع بعض. السبب التاني إنه ممكن كان عايز يطلع على ماتيتا، بس هو طلع لحظة خروج التمريرة من رجل لعيب نص ملعب كريستال بالاس، فاتجاه التمريرة واضح إنه مش ناحية ماتيتا أصلا، علشان ينفرد صار ويسجل كريستال بالاس هدف التعادل.